المكون بقى عندي في الوصفة هيكون زيت جوز الهند. وزيت جوز الهند ده من أفضل الزيوت المغذية والمرطبة جدا للبشرة. وزيت جوز الهند الأصلي هو اللي بيكون متماسك في الجو البارد أو في التلاجة، لكن في الصيف بيكون سائل شوية، بس الأساس بتاعه إن هو بيكون متجمد في الجو البارد أو في التلاجة. ده اللي بيكون أصلي. أنا أخدت بقى مقدار معلقة كبيرة من زيت جوز الهند. المكون بقى التاني هتكون مقدار معلقة كبيرة بنفس المعلقة من زبدة الشيا. ولو مش متوفرة بقى عندك زبدة الشيا تقدري تستبدليها بمعلقة من الفازلين. ولو مش متوفر بقى الفازلين أو زبدة الشيا تقدري تستخدمي معلقتين من زيت جوز الهند. نضيف بقى المكون التاني على معلقة زيت جوز الهند هتكون معلقة كده من زبدة الشيا. محتاجة بقى ان انا ادوب زبدة الشيا ومعلقة زيت جوز الهند، فانا هحطهم بقى في حمام مية سخنة. حمام المية السخنة بيكون عبارة عن طبق بحط فيه كمية من المية المغلية، وبحط فيها الطبق ده لمدة دقيقة واحدة بس. هتلاحظي ان كل المكونات دي بتدوب بسرعة جدا، يعني مش هتاخد اكتر من دقيقة واحدة. رفعت بقى الطبق من حمام المية السخنة بعد دقيقة واحدة بس. شايفين دابت بسرعة جدا مع استمرار التقليب، وبقت سايلة بالشكل ده. انا هحتاج لجل الصبار او الالوفيرا جل، وجل الصبار ده بيفتح البشرة جدا وبيعالج التهابات الجلد، ويعتبر مرطب هايل للبشرة الجافة، وبيدي تماما على البقع البنية الداكنة وعلى التصبغات الجلدية، ويعتبر واقي طبيعي من الشمس لانه بيخلصك من اثار حروق الشمس على البشرة. لعمل الوصفة بقى انا هحتاج لمعلقتين من جل الصبار. هضيف بقى دلوقتي على زيت جوز الهند وزبدة الشيا اللي انا دوبتهم معلقتين كبار من جل الصبار. المعلقة الاولى، دي المعلقة التانية. وهحتاج لمعلقة من زيت الأطفال أو البيبي أويل، ولو مش حابة بقى تستخدميه ممكن تستبدليه بمعلقة من زيت اللوز الحلو. هضيف بقى كده معلقة صغيرة من زيت الأطفال أو البيبي أويل. أنا هحتاج لمعلقة كبيرة من الجليسرين، والجليسرين ده من الحاجات اللي بتفتح البشرة جدا وبترطبها، وبتقضي على البقع الداكنة والتصبغات الجلدية، وهنا بقى في الوصفة هيعمل كمثبت للعطر. كمان بيساعد على خلط كل المكونات كويس جدا مع بعض واندماجها. هضيف بقى معلقة صغيرة كده من الجليسرين. المكون بقى الأساسي عندي في الوصفة هتكون الزيوت العطرية، ودي بنجيبها من أي محل تركيب عطور. تقدري بقى تجيبيها على ذوقك وحسب رغبتك. ممكن بقى تجيبي زيت ياسمين خام أو زيت ورد، أو ممكن تجيبي زيوت زي شانيل أو جادور أو سكادا أو سي أرماني، أي حاجة بقى انت تكوني بتفضليها وحسب رغبتك. هحتاج بقى منها معلقة صغيرة. وممكن لو مش متوفرة بقى عندك انك تستخدمي الزيوت العطرية زي زيت الورد. أي زيت عطر يكون متوفر عندك، زيت الورد، زيت اللافندر، بس أفضلها يكون زيت الورد لأن الزيت ده بيكون مزياه بلا حصر للبشرة. هضيف بقى دلوقتي آخر مكون هو معلقة صغيرة كده من الزيوت العطرية الخام. ممكن بقى في الوقت ده لو متوفر عندك كبسولات فيتامين اي هتضيفي كبسولة واحدة بس على الكمية دي. بس لو مش متوفرة عندك هيكون عادي، ممكن تستغني عنها، بس هي بتكون برضو مفيدة جدا للبشرة. هخلط بقى دلوقتي المكونات دي كويس جدا لغاية ما تتجانس وتاخد بقى القوام الكريمي للوشن. لازم اخلطها لمدة كافية. خلطت بقى المكونات لمدة دقيقة واحدة لغاية ما تجانست بالشكل ده. هحطها بقى دلوقتي في التلاجة لمدة 10 دقايق، وممكن احطها في الفريزر لمدة 5 دقايق بس، لغاية بس ما تبتدي تتجمد، وبعد كده هنخلطها تاني عشان ده بيسهل خلطها جدا. خرجت بقى المكونات من التلاجة بعد 10 دقايق. أول ما بتبتدي بس تتجمد بخرجها على طول. ودلوقتي بقى هبتدي أخلطها بالمضرب اليدوي. أفضل حاجة بقى ممكن أخلطها بيها هتكون المضرب اليدوي، هيديك أفضل نتيجة، والأفضل كمان لو استخدمت المضرب الكهربي. هبتدي بقى كده بخلط المكونات، وهفضل بقى أخلط فيها كده بشكل مستمر لمدة 3 أو 4 دقايق لغاية ما بحصل على قوام كريمي ناعم. بعد بقى ما خلطت المكونات لمدة 3 أو 4 دقايق هضيف بقى دلوقتي معلقة صغيرة كده مليانة من الكريم المرطب. اي كريم مرطب بقى يكون متوفر عندك، كريم نيفيا، كريم دوف، بس الافضل بقى لو كريم جلايسوليد ده بيكون افضل لانه بيكون مرطب ومفتح هايل للبشره. انا ضفت بقى كده معلقه الكريم وبدات بقى في الخلط، وبخلطها برده كويس جدا لغايه ما بحصل بقى على القوام النهائي. وده بيكون بقى الشكل النهائي للوشن بعد ما خلطت كل المكونات كويس جدا مع بعض. شايفين بقى قوامه كريمي وناعم ازاي؟ وبكده خلاص بيكون جاهز.
هجيب بقى دلوقتي علبة نضيفة انا غسلتها كويس جدا ونشفتها، ولازم تكون جافة تماما ميكونش فيها ولا نقطة من المية عشان اللوشن ما يفسدش. وده بيكون بقى الشكل النهائي للوشن بعد ما ضفته في البرطمان. بقفل بقى عليه البرطمان وبحتفظ بيه عادي خارج التلاجة. بيكون صالح للاستخدام خارج التلاجة لمدة طويلة جدا، بس مدة صلاحيته بتكون تابعة لمدة صلاحية المكونات اللي انت استخدمتيها في عمله. كل ما كانت المكونات دي جديدة وصلاحيتها لسه طويلة، كل ما هتكون مدة صلاحية اللوشن ده طويلة جدا. كمان اللوشن ده بيكون فكرة مشروع مربح جدا من البيت، بس أهم حاجة لازم تراعيها زي ما قلت إن المكونات اللي تستخدميها في عمله تكون جديدة وصلاحيتها طويلة عشان يفضل صالح معاكي للاستخدام لمدة طويلة جدا. اللوشن ده بيكون عالي الترطيب جدا للوجه والكامل الجسم. تقدري تستخدميه للوجه والجسم ولأي منطقة تكون داكنة في الجسم أو منطقة جافة زي منطقة الأكواع أو الركب. بيكون مفتح ومرطب وكمان معطر للبشرة. نتائجه بتكون هايلة جدا. اللوشن ده هيكون مناسب جدا لفصل الشتاء لأنه بيعمل على ترطيب البشرة بشكل مضاعف. طبعا البشرة بتجف جدا في فصل الشتاء، فبيكون مهم جدا ان انت ترطبي البشرة عشان تحافظي على نضارتها وتكون دايما مشرقة. افضل وقت لاستخدام اللوشن ده هيكون بالليل قبل النوم. بتستخدمي بقى للوجه والكامل الجسم، وتدلكيه بقى بحركات خفيفة لغاية ما بشرتك بتمتصه تماما. بتسيبيه بقى على البشرة من بالليل لغاية الصبح. خلال بقى الفترة دي بشرتك هتمتص كل مكوناته، وهيعمل على ترطيب البشرة وكمان بيفتحها وبيعطرها. ومع المداومة والانتظام على استخدام اللوشن ده هتلاحظي انه بيفتح الاماكن الداكنة في الجسم زي منطقة الاكواع ومنطقة الركب. وكمان تقدري تستخدميه في تفتيح منطقة بين الفخذين، بيفتحها وكمان بيعقمها لانه بيحتوي على زيت جوز الهند وبيحتوي على زبدة الشيا، والمكونات دي بتكون معقمات طبيعية للمنطقة دي وبتمنع تكون البكتيريا. اللوشن ده بيكون مزايا بلا حصر، وخاصة بقى في فصل الشتاء هيكون وصفتك المفضلة، وهيغنيك عن استخدام منتجات كتيرة جدا للعناية ببشرتك، لأنه بيكون مرطب هايل وفي نفس الوقت بيفتح البشرة وبيعطرها. بتكون ليه مزايا كتيرة جدا، وأهم حاجة إن كل مكوناته طبيعية وآمنة جدا في الاستخدام، وانت اللي عملتيه بإيديك يعني ضامنة كل مكوناته. هحتاج بقى للكريم المرطب، وانا هنا هستخدم كريم جلايسوليد. وكريم جلايسوليد ده من اروع الكريمات المفيده جدا للبشره، لانه بيكون غني جدا بالجليسرين اللي بيرطب البشره بشكل مضاعف، وفي نفس الوقت بيفتح البشره لان الجليسرين بيقضي تماما على البقع البنيه الداكنه والتصبغات الجلديه حتى لو بقالها مده طويله جدا. يبقى انا كده هستخدم كريم جلايسوليد، هيكون كريم مرطب ومفتح في نفس الوقت. هجيب بقى كده طبق وابتدي باضافه معلقه كده من كريم جلايسوليد. انا هحتاج لماء الورد، وماء الورد بيفتح البشرة جدا وبيرطبها وبيعالج التهابات الجلد وبيقضي تماما على حب الشباب، ويعتبر واقي طبيعي من الشمس. كمان تقدري تستخدميه كتونر طبيعي للبشرة. هضيف بقى المكون التاني، هو معلقة صغيرة كده من ماء الورد. انا هحتاج لخلاصة الفراولة، وخلاصة الفراولة دي انا عملتها قبل كده في القناة بطريقة ناجحة جدا، هسيب لكم لينك الوصفة بتاعتها في صندوق الوصف. خلاصة الفراولة بتكون مفيدة جدا للبشرة لأنها بتعتبر كولاجين طبيعي، وبتكون غنية جدا بفيتامين سي اللي بيجدد الخلايا وبيحافظ على الشباب الدائم لبشرتك. كمان بتفتح البشرة جدا وبتخلصك من التصبغات والبقع الداكنة، وبتكون مرطب هايل، وبتعالج الهالات السوداء وانتفاخ حول العين والرؤوس السوداء وحب الشباب، وبتحمي بشرتك من أشعة الشمس الضارة. كمان بتكون مضاد للشيخوخة لأنها بتقاوم ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة، وبتكون مورد طبيعي للبشرة. هضيف بقى دلوقتي معلقتين من خلاصة الفراولة. دي المعلقة الأولى، وبعدين دي المعلقة التانية. ولو مش متوفر بقى عندك خلاصة الفراولة تقدري تستخدمي 3 معالق من ماء الورد. المكون اللي هضيفه بعد كده هتكون معلقة صغيرة من زيت اللوز الحلو. وزيت اللوز الحلو ده من أروع الزيوت اللي بتفتح البشرة جدا وبتبيضها، وبتخلصك من البقع البنية الداكنة والتصبغات الجلدية، وبيرطب البشرة الجافة، وكمان بيكون مناسب لجميع أنواع البشرة. هضيف بقى دلوقتي معلقة صغيرة كده من زيت اللوز الحلو. وطبعا خلاصة الفراولة تحتوي على الجليسرين، بس انت بقى لو مستخدمتيش خلاصة الفراولة هتضيفي معلقة كمان صغيرة من الجليسرين. هبتدي بقى دلوقتي بخلط كل المكونات دي مع بعض كويس جدا لمدة كافية لغاية ما قوامها يبقى هش زي الكريمة.
لازم بقى اخلطها كويس جدا، وممكن كمان تستخدمي المضرب اليدوي، هيسهل جدا خلط المكونات مع بعض في وقت اسرع وبشكل افضل. انا خلطت بقى المكونات لمده كافيه، شايفين بقى قوامها ابتدى يبقى هش ازاي؟ بس انا شايفه ان قوامها لسه متماسك، انا عايزاه يبقى قوامها زي اللوشن، يكون اخف من كده. فانا هضيف كمان معلقه صغيره من خلاصه الفراوله. انا ضفت بقى معلقه صغيره كده من خلاصه الفراوله، وهكمل برضو خلطها بنفس الطريقه لغايه ما تندمج كويس جدا كل المكونات مع بعض. وبالشكل ده بقى هحصل على قوام اللوشن الكريمي، وهيبقى ناعم جدا. وده بيكون بقى شكل اللوشن بعد ما خلطت كل المكونات كويس جدا مع بعض. شايفين بقى قوامه بقى ناعم جدا وكريمي. كمان لو انت عايزاه يبقى اخف من كده، ممكن تزودي كمان شويه في خلاصه الفراوله وتزودي في ماء الورد. وشايفين كمان معلقه واحده بس من الكريم عملت كميه كبيره جدا من اللوشن، كمان ريحته هايله. انا محتاجه بقى دلوقتي ان انا اعزز اللون الاحمر او ازود اللون، فانا هضيف نقطه واحده بس من اللون الاحمر. دي الوان جل غذائيه، يعني بتكون امنه جدا في الاستخدام ومفيش منها اي ضرر، كمان هتعمل على توريد البشره. انا ضفت بقى كده حاجه بسيطه جدا من اللون الاحمر، وهخلطه بقى دلوقتي مع باقي المكونات، وطبعا مش بزود في اللون عشان ما يبقاش لونها احمر غامق يعني. هبتدي بقى دلوقتي اخلط كده اللون. شايفين بقى كده لونها حلو جدا. وده بيكون بقى الشكل النهائي للوشن بعد ما خلطت كل المكونات مع بعض. طبعا درجه اللون زي ما قلت تقدري بقى انت تتحكمي فيها، تغمقيها او تفتحيها حسب رغبتك. وبكده خلاص اللوشن بيكون جاهز. وبكده اللوشن ده هيكون متوفر فيه التفتيح والترطيب، كمان التوريد والتعطير، يعني هيكون متعدد الاستخدامات والمزايا. وده بيكون بقى الشكل النهائي للوشن. بضيفه بقى في علبة نضيفة، بكون غسلتها كويس جدا ونشفتها، وبقفل بقى عليه العلبة واحتفظ بيه عادي خارج التلاجة. بيكون صالح للاستخدام لغاية ما بتخلص الكمية كلها. ومدة صلاحية اللوشن ده بتكون تابعة لمدة صلاحية المكونات اللي أنا استخدمتها في عمله. كل ما كانت المكونات اللي أنا استخدمتها جديدة وصلاحيتها طويلة، كل ما هتكون مدة صلاحية اللوشن ده كمان طويلة جدا. بالنسبة بقى لطريقة استخدام البادي لوشن ده، فأفضل وقت لاستخدامه هيكون بعد الاستحمام. يعني بعد ما بتاخدي الشاور بتاعك هتستخدمي بقى البادي لوشن ده. هيكون مفتح ومرطب ومعطر، وكمان ريحته هتدوم معاكي لمدة طويلة جدا. ريحته بتكون هادية وبتكون هايلة. وبكده نكون عملنا في البيت بادي لوشن بطريقة سهلة جدا ومكونات بسيطة وبأقل تكلفة، ونتيجته هتكون من أروع ما يكون. كمان هو بيحتوي على الجليسرين، والجليسرين ده بيكون مثبت للعطر، يعني هيثبت العطر لمدة طويلة جدا. وده فوق كمان ان الجليسرين بيكون مفتح للبشرة. كمان اللوشن ده بيكون فعال جدا في القضاء على البقع الداكنة والتصبغات الجلدية، وبيدي لبشرتك نضارة وترطيب ونعومة هايلة. كمان هيكون من افضل الوصفات اللي ممكن تستخدميها في شهر رمضان. هتكون وصفة طبيعية هتحافظ على نضارة وإشراقة بشرتك. ولو بتعاني بقى من شحوب وإجهاد البشرة، ده هيكون الحل السحري اللي هيفتح بشرتك وهيوردها، وهيديكي مظهر صحي جدا. ممكن نشوف كمان دلوقتي بقى قوام اللوشن. شايفين بقى قوامه ناعم جدا ونتيجته هايلة. واتمنى طبعا ان تكون وصفتي النهارده عجبتكم. لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.